أجواء ثقافية مفعمة بالدفء الإنساني والتأمل الجمالي، بحضور ثلة من المهتمين بالشأن الفني والثقافي. احتضن المركب الثقافي عبد الحق القادري بمدينة الجديدة حفل افتتاح المعرض الفني للفنان التشكيلي عز الدين المحفوظي، الذي اختار له عنوان الأمومة في أسمى تجلياتها. يقدم هذا المعرض المنظم من قبل الجمعية المغربية للصحفيين الفنانين ومؤسسة مزدان الثقافة والإعلام ومؤسسة عبد الواحد القادري مجموعة من الأعمال التشكيلية التي تستلهم موضوع الأمومة باعتبارها قيمة إنسانية كونية ورمزا خالدا للعطاء والمحبة والتضحية، حيث تستحضر الروابط الوجدانية التي تجمع الأم بأبنائها في مقاربة فنية تتجاوز الشكل إلى جوهر الإحساس. فاول معرض ديالي هذا يعني خدمت على التيم ديال الموضوع ديال الامومه في اسمى تجلياتها، الامومه في خلق الله. يعني حاولت نعبر على الام كانسان، الام كحيوان، الام كطائر، الام يعني في البحر، يعني كالاسماك في البحر، يعني كالوحش في الغابه. يعني خديت يعني لو تيم ديال الامومه يعني في خلق الله، يعني في الخلق ديال الله سبحانه وتعالى في الطبيعه جميعا. وهذا المعرض ديالي هو اول معرض بالنسبه لي، وكنتمنى ان شاء الله يعني نخدم على مواضيع اخرى ان شاء الله. ويعد عز الدين المحفوظي من الأسماء التي راكمت مسارا مهنيا متنوعا جمع بين التربية والتكوين والعمل التقني والإبداع الفني. بدأ مسيرته في التعليم الابتدائي قبل أن ينتقل إلى مجال الرسم الطبوغرافي ويخضع لتكوين متخصص في فن النقش الخرائطي، ما أكسبه دقة في الرؤية والإنجاز. كما ركم تجربة في مجال الوسائط المتعددة داخل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أشرف على قسم متخصص في معالجة الصور وإنتاج الفيديو. بعد إحالته على التقاعد عاد الفنان إلى شغفه الأول وهو الرسم، ليجعل منه وسيلة للتعبير عن أعماق الإنسان، مستحضرا الذاكرة والحنين والعاطفة في أعمال تنبض بالحياة. هنا هاد اللوحات اللي هي لوحات ذهبيه على الاسود. هنا خديت ليفوليسيون، يعني التدرج ديال الام مع الابن ديالها، يعني منذ الحمل، منذ لا غروسيس. من بعد لا غروسيس كتجي لاكوشمون، الولاده. من بعد الولاده كتجي لاليتمون، يعني الرضعه. يعني هادو مراحل اللي كيمر بهم الطفل مع الام ديالو. من بعد الرضاعه كيتكون واحد الحب ما بين الام والطفل ديالها، يعني صافي، يعني ولات العلاقه يعني متينه بيناتهم. من بعد الحب كيجي اللعب، لو جو، كتولي الام كتدرج ولدها كتلعب معاه. من بعد هذه المرحله هذه كتجي المرحله ديال لاكومبانيمون، يعني المرافقه. من بعد المرافقه الابن كياخذ المسار ديالو. وشكرا لكم بزاف.